نادي فرسان الثقافي اللي يكون حسب مقاييس او معايير. شو قال الاستاذ جورج ولا مين اللي خلي الاساتذه يكون له معايير لدخول هذا؟ لا استاذ فاضل، معايير لدخول هذا النادي ويكون مقر، وعلى اساس نتجنب المماحكه بموضوع اتحاد كتاب او رابطة كتاب او اصدقاء كتاب. خلينا نقول نادي فرسان الثقافي، وبيكون له اعضاء ان شاء الله، ويبدا ياخذ حقه من دافع الضرائب من الوزاره ومن اماكن اخرى ان شاء الله، ويكون له فروع في البطوله العربيه. وجه العالم الأفضل من أعماق صوتي، من ينابيعي وإيماني ودفئي وغنائي من هنا. فلتسمعي الأيام ما ترسم للآتي السعيد. كلماتي هي سر العالم الآتي وميلاد الصفاء. كلمات أطلعت عبر الدجى بسمة الفجر ورقصات الندى، وأعادت للملايين التي قتل الوهم حياة وهدى. أنا ذاك الفارس الفرد الذي رددت نجد صدى أشعاره. أنا ذاك الطائر الفرد الذي تغزل القدس هوى أسفاره. وأنا المهدي والهادي ومن يدرج الدهر على آثاره. وأنا يا نشوة الحب إذا جسد الحب رؤى أوتاره. كنت في أرضي فكانت غربة تتحداني وكانت كفنا، وعلى بيروت طوفت فما وهبت عمري إلا سفنا، وعلى الرمل فما قال سوى لست لي فارحل وجدد وطن. ولكني لم أنهي تعليمي هناك، وتخرجت مباشرة إلى الخليج إلى المفرتس، حيث عملت في إحدى الكراجات، وهناك عشت أول قصة حب في حياتي. كنت أعمل في أحد الكراجات ميكانيكيا، وعندما كنت أنام تحت السيارة أعائب في السيارة كانت تأتي المسكرة تبعت الوساخ، وكنت أشوف سحبة إجريها يا إخوان، فحبيتها من أول سحبة إجري. لا ما شفتش وجهها الصراحة، شفت بس إجريها، فكتبت لها قصيدة عصماء، فناديتها قلت لها بدي أكتب لك قصيدة، وبس ألقيت القصيدة كانت بعنوان أحبك حبيبتي. أعطيني اللي هو نسيت. يسرنا أن تكثر مثل هذه الندوات في مناطق مختلفة، أيضا حتى في مسرح الميدان يبدو أن يوجد مناسبة إضافية، وهذه مناسبات ممتازة وأرجو أن تمتد لتشمل جميع المدن والقرى. معنا طبعا فرسان الثقافة جميعا، من المسؤولين عن الثقافة وعن المجمع اللغوي في القاسمي، ومعنا الأدباء والمبدعين والمبدعات طبعا، ومعنا طالبات الجامعة في قسم اللغة العربية، يعني حضور منوع، ورجال المسرح ورجال المسرح.
بكم في شفاعون، ربما التقينا أيضا في فندق العين في الناصر ومع بعضكم الآخر، ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا. هذا يثلج صدري. وأستاذ موفق، أنا أشكرك على الكلمات الدافئة التي قلتها وعلى شحذ العزيمة، ونحن بحاجة إلى شحذ العزيمة في هذه المرحلة من عملنا الذي يشق طريقه وسط ساعات كثيرة، ولكن أرجو مع ذلك أن ترفدنا مما تستطيع أن تؤازرنا به ولو على المستوى المعنوي في بداية الطريق، ولكن سنأتي إلى هذه النقطة ربما في سياق الكلام.